السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير يا مشاهدينا. هنعمل معاكم شوية قرص كده حلوين، قرص طرية محشية بالجبنة للأولاد كده في اللانش بوكس، في كوباية الشاي تشربيها ساعة الفطار كده مع كوباية شاي بلبن. معانا كوباية مية دافية دافية مش سخنة، ومعلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة، ودوبناهم مع بعض كده. المعلقة من هنا مش نافعة، رح جبت الويسك وغطيناهم وركناهم 10 دقايق. وهنكمل مية نقول لكم نعمل ايه تاني. معايا هنا كيلو دقيق نخلاه منخول، حطيت عليه نص معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. وركناه على جنب. وانا صباح ودي قناتي. بص الخميرة ما اقل من 10 دقايق. بص ادام عملت فوم كده وعملت رغاوي تبقى كده ايه، الخميرة سالكة بإذن الله. معايا كوباية لبن برضو دافية، ممكن تحط الكوباية التانية مية برضو عادي يعني. وممكن تعجني بالاتنين لبن. ومعايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ عشان ما يبطئوش معاك الخميرة ما تمشي من التلاجة. وهكبهم على الكيلو الدقيق اللي عليه الملح وعليه البيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر مش مليانة، ونص صغيرة معلقة صغيرة ملح. وهنقلب كده مع بعضينا، هقلبهم بمعلقة لحد ما يعني السوائل تختفي شوية، وبعدين هنكمل بإيدينا. وانا صباح ودي قناتي، واللي ما اشتركتيش قوم اشتركي، وانت بتتفرجي كده حط لايك، واللي معايا لحد دلوقتي معايا بيتفرج اعملي لايك وشير. ركنا المعلقة على جنب ومكمل عجين بإيدينا. هي بتاخد شوية عجين شوية بس النتيجة طلعت تحفة جميلة جدا، أحلى من قرص الفران. اعمليها وبنفس الخطوات وإن شاء الله هتطلع أحسن كمان. حطيتها على المفرش بتاع العجين بس يعني عشان أعرف أتحكم فيها عن الطبق، وعجنت فيها حوالي 5 دقايق. عجن متواصل والله ما غيرتش، يمين وشمال كده، وباخدها من بره على جوه من بره على جوه لحد ما هي العجينه نفسها كلها خلعت من ايدي. ما بقاش فيه عجين في ايدي، بس هي ما خدتش سوائل تانية. رجعتها الطبق وحطيت نص كوباية زيت، ممكن تقللي الزيت شوية لو عايزة. بس أنا الأمانة أنا حطيت معلقة دقيق، هي احتاجت مني معلقة دقيق. وغرزي فيها كده ولحد ما هي هتتنحكش شوية، بس في الآخر هتلم لحد ما تشرب السوائل معاك. ممكن تبدل الزيت بزبدة بسمنة سايحة دايبة، أو بزبدة دايبة برضه، بس هي بالزيت طلعت حلوة أوي. ما تخافيش من تقطيعتها دي، هترجع تلم تاني، هتشرب الزيت وتلم. آه. وحطيت عليها حب الزيت وحطيتها رجعتها في الطبق اللي هو البولة اللي هي أصغر شوية، وغطيتها بشنطة، تغطيها ببلاستيك راب، تغطيها بشنطة، تغطيها بأي حاجة. حطيتها في شنطة وحطيت عليها الفوطة، وركنتها والله على البوتاجاز من غير أي حاجة، يعني ما حطيتهاش في الفرن ولا حاجة لأن الجو حلو. ما كملش والله العظيم نص ساعة، يعني نص ساعة ما كملتهاش كمان واختمرت، لأن الجو كان حلو ودافئ أول امبارح. عاملاها من يومين. يلا وفيش غيظك في البتاع، وديناها بوكس كده وهبطناها شوية، وهنحط شوية دقيق على المفرش بتاع العجين وهننزلها عليها ونوريكم هنعمل ايه. حتة عجينة قطنية يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني طلعت جميلة جدا. هعملها وأقطعها معاكم كده. الحجم أنا عملت حجم يعني
اكبر من زي اليوسفندية كده، ممكن تصغري شوية كمان. دول طلعوا كبار، بس انا بعد كده شلت منهم كل واحدة حتة حتة حتة، صغرتهم شوية. متنسيش اللايك والشير. اول وصفة معاكم بعد الرز بلبن، عملنا نزلنا لكم الرز باللبن بعد العيد، وده دي القرص اهي. كوباية شاي تنفع، سينك تنفع، تحطها للأولاد في اللانش بوكس. تعمليها علشان من النسيم جاي اهو. واحشي الحشوة اللي انت عايزاها. انا هنا عملت معايا الحاجات اللي انا هستعملها. حطيت معلقة عسل اسود في الطبق كده زي ما وريتك، ونص كوباية مية. الطبق التاني فيه نص كوباية سمسم. والطبق التالت ده فيه جبنة موتزاريلا. الجبنة اللي انت عايزاها احشي بيها، تحشيها رز بتاع ده سكر وقرفة، تبقى حشو السنة حلوة أوي. تحشيها جبنة براحتك، شيدر، موتزاريلا. أنا حشيت موتزاريلا. بدلنا الأطباق عشان نجيب الجبنة قريبة، وهنحشي اهو، ولا فرد ولا حاجة، على ايدك اهو بالمعلقة كده، وبحطها وبقفل عليها. بس المهم ان انت تقفل عليها حلو، وتحط القفلة دي على الصينية من تحت. ومعايا هنا صينية محطوط دهنها زيت، دهن الزيت. بس انا اسفه ان انا نسيت وحطيت قبل ما احط في العسل والسمسم الاولانيه. بس هظبطها معاكم دلوقتي. هفتكر هنا، انا افتكرت بعمل في التانية. حطيتها في المية بالعسل. ليه في المية بالعسل؟ عشان تشيل كمية سمسم حلوة يعني كبيرة. رجعت القرصة التانية الأولانية في المية، عملتها بالسمسم. مش لا إله إلا الله، معذرة، عندنا شوية برد. متنسيش اللايك والشير. مم. يعني حشوة بسيطة جدا، ولا ما خدتش كوباية، نص الجبن، طبق الجبنة ده. ومليت بيها الصينية وفردتها بإيدي كده في الصينية. لقيتهم مزنقين بقى، بظبطهم بقى. افرديها بس يعني ما تخففهاش قوي. وغطيتها وركنتها على ما نخلص كل البتاع كده كده. ركنتهم من حوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة، عشان لازم يختمروا تاني قبل ما يخش الفرن. هنا كده كنت بعد ما خلصت تقطيع ولعت الفرن. على ما خدوا دايرة الخمر كان الفرن سخن. ما خدوش ربع ساعة، 16 17 دقيقة بالكتير في الفرن. وما ولحتش عليهم شواية ولا حاجة، كنت مشغلة المروحة. واحمروا كده من فوق ومن تحت زي العسل. بص هوريها لك من تحت، مستوية من فوق ومستوية من تحت في نفس التوقيت مع بعضها. وبص قلبها هايش ازاي. بوريلك ان اللي هي قلبها هايش. بس انا ما دقتش معاكم علاش؟ عشان انا صايمة. انا كنت عاملاها بالنهار وكنت صايمة. 6 ايام شوال. بدوس لك عليها. بصي هايشة وقطنية. بصي رجع زي ما هي تاني ازاي. قلبها زي السفنجة من جوه، وطلعت طعم قوي. وبالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. اللي يعمل الوصفة ويعملها وياكلها بالهنا والشفا، صحتين على قلبه. السلام عليكم.